فالمهم يعني كنت اخش بقى على صحابي اخاف ان هم ياكلوني، فكنت اروح عامله ايه، اروح مزعقه واخداهم كده في شبوره اكلهم يعني قبل ما ياكلوني. فهو ده اللي هي بتعمله معانا الدكتوره. برافو عليك، بالظبط كده يا فوقيه، انت فهمتيها صح جدا. هي دكتوره سميحه لانها ضعيفه وعارفه انها ضعيفه بتلجأ للعصبيه على اللي قدامها، نوع من انواع الدفاع النفسي مش اكتر. سيلف ديفنس يعني يا مصطفى. بس العجيب ان هي متوحشه. لا مش فوقيه، الدكتوره. ممكن تقول حاجه زي كده. التوحش بيجي من قله الألفة، لان دنيتها طول عمرها مقفوله عليها هي وجلال جوزها وولادها سامح وسماح. كانوا قافلين على نفسهم جدا، ما بيصاحبوش على حد ابدا. يمكن انا الوحيد اللي كنت قريب منهم وفي حدود ضيقه جدا، الحدود اللي سمحت لي بيها. رؤيتهم للعالم كان من خلال الافلام والمسلسلات والتلفزيون، لكن معاملاتهم الحقيقيه كانت مع بعض بس. رغم ان هم عايشين هنا في كندا، لكن في الواقع هم سجنوا نفسهم جوه حيطانها. عشان كده ممكن تعتبرهم خارجين من سجن خيالهم للحقيقه. هي بتتعصب على ما فيش يا ولدها، نوع من انواع الدفاع عن النفس. بس انا مبسوط ان هم استقروا في مكان اكيد هيريحوا شويه، وبعد كده يروحوا لتيتتهم صافي. عشان خاطري طول بالك يا اكرم وخليك معاهم. حاضر يا مصطفى، بس اسال عليا يا مصطفى. مصطفى انت قفلت ليه يا فوقيه؟ الراجل كنت لسه بكلمه. يا عم ايدي وجعتني، ايه الرغي ده كله؟ ده انت واخوك هرايين جدا بجد. ايه مفيش حد يتكلم معاه ما صدق قفش فينا. بس سيبك انت، شفت بقى فوقيه ونصحتها؟ انا الوحيده اللي فهمت الدكتوره وقريتها. يا سلام، ما هي برضه الوحيده اللي فهمتك وعرفت فصك وكوريتك. واذا كنت نسيتوا اللي جرى هاتوا التفات بتنقرا. جرى يا اكرم في ايه؟ في ايه؟ ما كانش كتاب يا حبيبي وباسبور وموبايل اللي هتقعدوا تقططوني عليهم طول حياتي، وبعدين كل ما الناس تنسى مين اللي بيفكروا؟ جوزي حته مني. في يا فوقيه انت بتحزني بالنوبي ليه كده؟ في ايه؟ ايه اللي يو يو يو؟ معلش حقك عليا خلاص بقى. ما تيجي نروح الميرلاند نلعب كوره؟ لا، عايزه اروح جنينه الاسماك اصطاد سمك. ما بلاش الدلع المرق ده عشان بطني بتقلب. ليه؟ ما انت كنت بتحبه زمان. فاكر لما كنت بتقولي قولي لي يا بابا؟ معلش كنت عبيط.